نبدأ بقى واحدة واحدة كده ازاي نفادي الميكروباص بالراحة. تمام، بنبص في المراية ونبدأ نتحرك. اعدل ايديا بقى، لا اعدل ايديا ان الدركسيون يبقى معدول مع الطريق، وبعد كده امسك الدركسيون. ازاي بقى هندخل دلوقتي الكوبري بتاع الطريق الفردي؟ احنا اتفقنا ان الطريق الفردي لما اجي ادخل يمين يبقى على ايه؟ على ضيق. ليه؟ لان انا داخل من اليمين لليمين، يبقى انا وانا داخل من اليمين لليمين هبدا ان انا اخد يمين على ضيق علشان ما اروحش الحاره التانيه يقابلني حد جاي في وشي. برافو برافو، جميل جدا. اصبر بقى خالص، اصبر 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 اصبر، بعدين اعدل ايه؟ الدركسيون. بعد كده اكمل طوالي وهقطع الطريق عشان اخد شمال. ايه ده؟ يبقى احنا دلوقتي خدنا الشمال على ايه؟ على واسع. ليه؟ علشان اللي جاي هنا في المقابل يبقى واخد هو كمان شمال. طيب ادخل بقى كده. احنا دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا ان انا لما باجي ماشي وانا ماشي على اليمين بفضل يمين، واللي جاي بيبقى هو كمان على يمينه او على شمالك انت. هندخل برضو يمين زمر للاستاذه. تمام، هي بس مش واخده بالها. وادخل ورا العربيه بحصان هنا. جميل جدا، الله ينور. يلا اعدل ايدك. سن البنزين بقى، يلا. ها، جميل. سن البنزين لما تيجي تتجاوز حد لازم تكون متوازي معاه، ولما تتجاوزه ما تقومش داخل قصاده، لا نستنى شويه كده وبعدين نبدا ان احنا نروح ايه؟ سنه يمين كده. وده اللي احنا هنعمله على الطريق السريع دلوقتي. تمام؟ انا وانا ماشي اهو، انت ماشي على يمينك واللي جاي في المقابل ماشي على ايه؟ على يمينه. على يمينه. تمام، على يمينه هو كمان. يعني احنا كلنا ماشيين على اليمين، هو بيبقى شمالك انت. تمام كده؟ تعرف تقول لي الخطوط المتقطعه على الارض دي معناها ايه؟ اللي في نص فاصل الحاره. هي اكيد فاصل حاره، بس الخطوط المتقطعه دي بيقول لك ان اي حد يعرف يتجاوز التاني. يعني لو انت عايز تسبق اللي قدامك بتروح سنه شمال وبتبدا تتجاوزه. اول ما الطريق اتصل، بص شوف الخطوط ما عادتش متقطعه ازاي، بدا ايه؟ واحده واحده كده وانت بتلف الملف. تمام، اعدل يلا ايدك. يبدا يقول لك ان الخط لما يتصل زي ما انت شايفه كده، ده معناه على طول ان ما ينفعش انك انت تتجاوز. طب خدت بالك ان الخط ده اتصل اول ما احنا جينا في الملفات؟ ايوه. يبقى احنا في الملف ما ينفعش نتجاوز بعض. تمام. تمام كده؟ هنبدا ان احنا نكمل. برافو عليك، الله ينور. برافو. اللي احنا فيه ده يا جماعه طريق فردي، يعني طريق رايح جاي بدون فواصل في النص، ده اسمه الطريق الفردي. الطريق الفردي ده اغلب شوارع مصر كلها طرق فرديه، ومن اهم الطرق. يعني انت عندك النهارده طريق شرم الشيخ والغردقه طرق فرديه قبل الطريق الجديد طبعا ما يتفتح. تمام؟ فالطريق الفردي ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، بس لازم ناخد باله، لان لو هو ما خدش باله هيجي اللي جاي في المقابل هيقوم خبطه. يبقى احنا لازم ناخد بالنا في حته الطرق الفرديه. هنبدا نكمل طوالي في الزحمه بتاعت موقف سوبربي. هناخد سنه شمال كده عشان نعدي الراجل، وبعد كده اعدل ايدي تاني. كمان اول ما العربيه ظبطت تقوم عادل الدركسيون. سنه فرامل، كمان سنه، شيل فرامل. برافو، جميل جدا. ها، اعدل ده تاني. يلا. جميل، زي ما انت ماشي. وهنيجي عند الايه؟ نفادي بس الحفره كده بالراحه، وبعد كده نهدي. يلا عشان المطب. هدي كمان. نقول بقى معلومه على السريع كده، هو احنا ازاي فدينا الحفره؟ بركز من الحفره من وهي بعيد ان الحفره دي تكون موجوده في نص العربيه. فين نص العربيه يا كابتن مؤمن؟ نص العربيه اللي بيكون فيه الفتيس وفرامل اليد.
اول ما انت بتظبط نص العربيه في المكان ده تلاقي نفسك عديت الحفره عادي خالص. بص بقى، عايزين نقطع الطريق. هنقطع الطريق ازاي؟ استنى الاول لما هم يعدوا، تمام. لان ده طريقهم هم. تمام كده؟ تمام. محدش هيجي يقول لك ايه والله لازم يا استاذ فادي انت اللي تتفضل الاول. محدش هيجي يقول لك كده. احنا لازم ان احنا نبدا ان احنا نتحرك بالراحه. اول ما الطريق يخف ابدا شيل فرامل، ورجلك جاهزه برضو على الفرامل. تمام. ها بعد الاتوبيس كده. برافو. هو جه وقف قصادنا ولا ايه؟ يلا شيل بقى فرامل. برافو. ايوه، واحده واحده. وهنبدا ناخد زي التوك توك كده شمال كده. ليه؟ لان انا لازم اجي في جنب كده علشان اللي جايين طايرين من ورا. تمام. تمام كده. بعد كده هنبدا نتحرك عادي خالص. هل ده طريق فردي؟ لا. ليه؟ عشان مفيش فاصل بالنص في المكان اللي احنا ماشيين فيه ده. تمام. كل الحاره دي رايحه لقدام، وبعدين فاصل طوب، وبعدين كل اللي جاي راجع. يبقى انا دلوقتي عندي لما بيكون في فاصل طوب في نص الطريق بيبدا ايه؟ ده مش طريق فردي. انما لو الطريق اللي انت ماشي فيه ده اهو رايح جاي بدون فواصل يبقى ده طريق فردي. تمام. الو سامعني؟ تمام. طيب ماشي. يلا واحده واحده، وهتبدا ان احنا ناخد الكيرف زي التوك توك كده بالظبط. يعني انت بتبدا تتحرك بالراحه بالعربيه. سنه كمان شمال. برافو. السنه اللي انت بتاخدها ما بترجعهاش الا بعد الدوران. يلا هنكمل طواري. برافو 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 برافو. حلو جدا. وبعد كده انت جيت هنا اهو هتبدا تاخد الدوران تاني يمين. يبقى انت زي ما الطريق بيروح يمين بتروح، زي ما الطريق بتروح شمال بتروح معاه. تمام. تمام كده؟ معايا ومصحصحين ولا ايه؟ صباح الخير. يلا سن البنزين. تمام. ها زي ما انت مكمل طوالي. ما تبصش على التوك توك. التوك توك ادام مش قصادي ما بصش عليه. انا بحطه في الحسبان. يعني انا حاطه في الحسبان لانه حاجه قدامي. أيوة. بس مش تركيز بصري عليه. واقفل الشمال. ليه بقى؟ لان الشويه اللي انت سايبهم شمال دول ممكن موتوسيكل او توك توك يجي لك فيهم. فانت بتيجي تقفل على المكان بتاعك. نقول بقى نقطه صغنونه كده. انا دايما بسمي اللي بيجي لي في حته مزنوقه ده فار. انا لو انا سمحت ان الفار يعدي من الحته المزنوقه دي انا مرجحش ان انا ازعل. ليه؟ لان انا اللي بعدت عن الرصيف او بعدت عن الطريق الناحيه التانيه وعديته. وادام هو عدى مش هتعرف تلحق نفسك. خلاص شكرا. ادام هو عدى هو بقى حاجه موجوده واخده حيز ومكان جنبك. ما ينفعش تخبطه ولا ينفع انك انت تتعامل معاه بطريقه عشوائيه. لانك ايه؟ يا اما هتخبطه يا اما انت اللي هتتخبط. تمام كده؟ تمام. يلا برافو. زي ما انت الطريق بيحود بتحود معاه، الطريق بيعدل بتعدل معاه. برافو ما شاء الله. جميل جدا. خليك بقى شمال. اوعى تفتح. مش احنا قلنا الفار؟ انت لو فتحت لهم كل اللي جاي من على يمينك ده كله هيقوم داخلك من على الشمال. انت دلوقتي في طريق فردي، عفوا طريق عادي. الطريق العادي ده حارتين. امسك حاره من الايه؟ من الاثنين، يا يمين يا شمال. لو سرعتي بطيئه يبقى يمين، لو سرعتي عاديه تبقى اللي هو الشمال. وطبعا مفيش سريع في الجزء ده لانك جوه البلد. تمام؟ تمام. برافو.